في الفيديو دوت انا هقول لك على 5 شغلانات اقسم لك بالله تقدر تشتغلهم من البيت ويجيبوا لك في الشهر فوق ال 100000 جنيه بس عشان نبقى على ميه بيضاء. لو انت فاكر دوت واحد من الفيديوهات اللي يقول لك خد الحبايه دي تبلعها تلاقي فلوس نزلت من السما من كل حته، فلا الفيديو دوت مش ليك. في مبدا عن الفلوس انت فعلا محتاج تبقى عارف لو انت بتفكر فعلا انت تبقى غني يعني في يوم من الايام، وهو ان الطريقه الوحيده ان انت فعلا تعمل فلوس بجد هو عن طريق ان انت تدي قيمه للناس وتكون الناس مستعده تدفع فلوس قصاد القيمه ديت. فشطارتك بقى في ايه؟ شطارتك في ان انت تعرف تتعلم حاجه او تكون بتعرف تعمل حاجه اصلا وتكون الناس مستعده تدفع فيها فلوس وكتير. اخر حاجه بقى عشان نبدا الفيديو بتاعنا هو ان انا عايز اعرفك ان الموضوع عمره ما كان ليه علاقه بالفلوس. الفلوس في حد ذاتها هي ورقه ملهاش اي 60 لازمه عشان تبقى عارف. الموضوع كله راجع للحاجه او الحريه اللي الفلوس بتديها لك. تاخد بالك دايما ان انا على طول بتكلم في الفيديوهات بتاعتي عن ان انا حابب ان انا اقعد مع اهلي اكتر، مع اصحابي اكتر، اخرج اتفسح اجي اروح الكلام ده كله. حتى لو انت عايز تعمل حاجه لله فانت بقى خلاص عندك القدره الماديه اللي انت تعمل حاجه شبه ديت. وده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت يبقى عندك مصدر دخل بيكفيك وفوق الاحتياجات الاساسيه بتاعتك، بحيث ان انت تطلع من يعني ايه من الساقيه اللي انت قاعد فيها واللي انت ما بتفكرش في اي حاجه غير ان انت هتكمل لحد اخر الشهر ازاي. فلو الطريق عن حاجه شبه ديت هو اللي انت تكسب فلوس اكتر، تعال اقول لك بقى ايه هم 5 شغلانات دول. كل واحده من الشغلانات دي انا هقول لك 4 حاجات فيها. اول حاجه هي عباره عن ايه اصلا، تاني حاجه ازاي تتعلمها، ازاي تبدا شغل فيها، واخر واحده واللي انا عارف اللي هي انت هتحبها تقدر تكسب منها كام. اول حاجه معانا هي شورت كونتنت فيديو اديتور، وده بالعربي كده تعديل الفيديوهات القصيره اللي انت بتشوفها على الانستجرام والتيك توك وكمان الفيسبوك واليوتيوب. طيب مين بيحتاج حاجه شبه ديت؟ معظم صناع المحتوى لما بيجي يعملوا فيديوهات بيبقوا محتاجين حد تاني يعمل لهم ايديت او مونتاج على الفيديوهات ديت، لان معظمهم ما عندهوش الوقت الكافي اللي هو يعمل ايديت بنفسه، فبيعين حد تاني وبيدفع له مقابل الخدمه ديت. طيب تتعلمها ازاي؟ كل اللي انت محتاجه ان انت يكون الموبايل بتاعك عليه كاب كات، وده برنامج تعديل الفيديوهات تقدر تنزله على ايا كان الموبايل بتاعك، يعني مفيش اي حجه. وهسيب لك لينك تحت في الديسكربشن واحد بيشرح البرنامج من اوله لاخره. طيب هيجي واحد دلوقتي يقول لك خلاص انا عرفت ايه هو تعديل الفيديوهات القصيره وعرفت مين اللي محتاجه وعرفت هتعلمه ازاي، قول لي بقى اشتغل ازاي. وفي اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه هي عن طريق منصات العمل الحر، زي ايه؟ زي اب وورك، فريلانسر وغيره وغيره وغيره. والمنصات ديت هي عباره عن وسيط فقط لا غير، بتجيب الشخص الاولاني اللي هو صانع المحتوى اللي عايز حد يعمل له المونتاج على الفيديوهات بتاعته ومستعد اللي هو يدفع فلوس قصاد الخدمه ديت، والشخص الثاني اللي هو غالبا هيبقى انت تقدر تعمل مونتاج على الفيديوهات ديت وهتاخد فلوس قصاد الخدمه ديت. فبالتالي الموقع بيجي في النص كده بيقول لكم انتوا تشتغلوا مع بعض وانا هاخد منكم نسبه، ودي طريقه كويسه. وهتلاقيني الشرح موقع اب وورك من اوله لاخره، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، ولو عوزت اي حاجه تقدر تخش تسالني على الانستجرام، وبرده هسيب لك اهو الهاندل بتاعه تحت اهو. طب يلا بينا بقى نخش الطريقه الثانيه. والطريقه الثانيه دي عايز اقول لك ان انا بشجع الناس فعلا ان هي تعملها، لان هي اثبتت ان هي فعلا بتجيب شغل كتير. هي عباره عن ان انت تنزل المحتوى بتاعك قبل وبعد، او تنزل الشغل بتاعك على الانستجرام او على التيك توك. عايز اقول لك الطريقه دي بتنفع جدا، وتلاقي ناس كتير جدا هتخش تكلمك، لان خلاص انت ما بقتش محتاج ان انت توريه بورتفوليو، انت خلاص هو اوريدي شاف شغلك، على عكس الطرق الثانيه اللي انت محتاج تثبت ان انت اصلا بتعرف تشتغل. ده بقى ينقلنا للنقطه رقم 3، وهو عن طريق ان انت تحدد مثلا انفلونسر معين او كونتنت كريتور معين، صانع محتوى معين يعني، وتخش تكلمه بشكل شخصي او تاخد جزء من فيديوهاته وتبدا انت تعمل عليها ايديت وتبعتها له. بس الطريقه دي مش احسن حاجه، لان معظم صناع المحتوى دولت هو اوريدي عنده حد بيعمل الشغل دوت، فبالتالي ما اظنش ان دي احسن حاجه. انت ممكن تركز على الطريقه الاولانيه بتاعت مواقع العمل الحر، والطريقه الثانيه اللي انت تنزل المحتوى بتاعك. فتعالى بقى يلا بينا نخش على الجزء الرابع اللي هو انا عارف انت قاعد مستنيه، وهو تقدر تكسب كام من الحاجه شبه ديت. خليك عارف ان الريل الواحد بيبقى حوالي من 30 ثانيه لدقيقه ونص دقيقتين على حسب الشخص اللي انت شغال معاه، وايا كان ايه هو الريل فهو بياخد من $15 ل $70 على حسب مستواك، وحط 100 خط على كلمه على حسب مستواك. والفيديو الواحد ممكن ياخد منك تعديل يعني 3-4 ساعات، ده لو هو فيديو كبير قوي، انما هو في العادي بياخد ساعه ساعتين. فشوف انت تقدر تعمل كام فيديو. لو انت مثلا قلنا ان انت في المبتدئ فبالتالي هيبقى الفيديو واحد ب 15، تقدر تعمل كام فيديو في اليوم وكام فيديو في الشهر. حرفيا الموضوع ممكن يعدي معاك اقسم بالله فوق ال 100000 في الشهر. دلوقتي واحد بيسالني بيقول لي طب هو ليه مفيش ناس كتير بتشتغلها؟ هو مين قال لك ان مفيش ناس كتير بتشتغل؟
فعلا في ناس كتير بتشتغلها، بس الطلب بتاعها اكتر بكتير جدا من اللي انت ممكن تتخيله، لان زي ما انت شايف الناس كلها عايزه تعمل محتوى، وبالتالي ده معناه ان الناس اكتر هتبقى محتاجه حد يعمل لها ايديت على المحتوى دوت. تاني شغلانه هي الثامبنيل ديزاينر، وهي تصميم الصور المصغره بتاعت اليوتيوب. اي حد فينا لما بيجي يفتح اليوتيوب بيلاقي قدامه على الهوم بيج فيديوهات كتيره جدا، والفيديوهات ديت كل واحده فيها ليها صوره مختلفه. صناع المحتوى كلهم عارفين اهميه الصوره ديت. ليه بقى؟ لان هو بيبقى عارف ان هو ممكن يبقى عمل احسن فيديو في حياته في تاريخ البشريه كلها، بس عارف ان هو لو عمل الثامبنيل ديت بشكل مش كويس فبالتالي محدش هيخش على الفيديو بتاعه عشان يعرف قد ايه هو حلو. فكلهم بيدوا انتباه جدا للصوره شبه ديت، ومستعدين ان هم يدفعوا فلوس لحد يعملها لهم بشكل كويس. والصوره ديت مهمتها حاجه واحده بس، اللي هي تثير فضول الشخص اللي فتح اليوتيوب، بحيث اللي هو يرمي الفيديوهات التانيه دي كلها اللي هو شافها ويقرر اللي هو يخش على الفيديو دوت. طيب نيجي بقى ازاي اتعلمها. انت مش محتاج غير اللي انت يبقى عندك اسس الفوتوشوب او اسس ان انت تعدل على صوره عن طريق بقى الفوتوشوب لو انت معاك لابتوب، او عن طريق بيكس ارت لو انت مثلا على الموبايل. وفي برضه برنامج بيكسل كات اي اي ده برضه هيفيدك بغباء سواء بقى انت على الموبايل او على اللابتوب. الحاجه الثانيه بقى هي ان انت تبقى عارف، مش هقول لك بقى حاجات جامده وكلام كله، لا، اسس ازاي اعمل ثامبنيل، ايه هي الحاجات اللي بتشد الانتباه اكتر، ازاي اعملها، ايه هي الحاجات اللي انا اخلي الناس اللي قدامي اول ما اشوف الصوره دي يدوس عليها. الكلام ده كله هسيب لك تحت في الديسكربشن فيديو حرفيا شرح الموضوع دوت من اوله لاخره. طيب الحاجه الثالثه بقى هي ابدا اشتغل ازاي. دلوقتي انت عندك زي ما قلت لك برده في النقطه اللي قبلها، عندك منصات العمل الحر، ودي عليها كميه ناس محتاجين حد يعمل لهم الثامبنيلز بتاعتهم بطريقه انا ما اقول لك. وممكن برده عن طريق ان انت تتواصل مع اليوتيوبرز ذات نفسهم عن طريق بقى لينكد ان او على الايميل، عن طريق ان انت تعمل ايه، تاخد الفيديوهات بتاعتهم كلها وتبدا تعمل ايه، اتفرج عليه واعمل له انت ديزاين لثامبنيل من الاول غير اللي هو عامله. يلا بينا بقى للنقطه رقم 4 واللي انا عارف ان انت قاعد مستنيها، وهي تقدر تكسب كام منها. خليك عارف برضو ان الموضوع راجع للمستوى الشخصي بتاعك، يعني انت مستواك واصل لفين. اي ثامبنيل بتبقى من حوالي $5 لحد 20-25 دولار للثامبنيل الواحده، تمام. والثامبنيل الواحده بتقعد معاك حوالي نص ساعه، لان الموضوع كله مش ليه علاقه بالديزاين قوي على قد ما هو الفكره اللي انت تعمل بيها الثامبنيل. فانت حرفيا ممكن تشتغل في اليوم الواحد 2 أو 3، شوف بقى في الشهر حرفيا يعملوا كام. تالت شغلانه بقى معانا هي كونتنت كريتور، واللي هي عباره عن صانع محتوى. هو عن طريق ان انت بقى تبدا تعمل انت المحتوى بتاعك، وده زي ما انت بتتفرج عليا دلوقتي في غيرك هيبقى عايز يعرف المعلومه اللي عندك. شوف حاجه انت شاطر فيها، يعني انت تاخد بالك ان انا الفيديوهات بتاعتي كلها بتكلم عن الفريلانسنج، ازاي تكسب فلوس اونلاين، الوعي المالي، ازاي تقسم مصاريفك، تصرف فلوسك في ايه، تستثمر في ايه، الحاجات دي كلها بس للشباب. دي حاجه انا شاطر فيها، انت برضو ممكن تشوف حاجه زي ما بقول لك انت شاطر فيها وتبدا تتكلم عنها. طيب انت مثلا ما عندكش حاجه تتكلم فيها، ممكن تتعلم حاجه، وكل ما تتعلم حاجه جديده تنزلها. تالت طريقه بقى هي ان انت تاخد حاجه من شكلها التقليدي وتخليها اونلاين. يعني مثلا ابسط مثال التدريس، كميه المدرسين اللي هم حرفيا بيشرحوا في الشارع كتير جدا، بس قليل قوي اللي بيشرح منهم اونلاين. فانت ممكن تنقي اي صف دراسي، اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، لحد ثالثه ثانوي ان شاء الله، حتى لو في الكليه تبعك، وتبدا تختار ماده واحده على الاقل يا سيدي، مش لازم كل المواد، ماده واحده، وتبقى تبدا تنزل فيديوهات شرح ليها. انا عايز اقول لك كميه الناس اللي هتتابعك مش طبيعيه، لان ناس كتيره جدا ما بقاش عندها القدره الماديه اللي هي تدفع فلوس المدرسين، فبالتالي هيبقى اسهل لهم بكتير ان هم يفتح اليوتيوب ويلاقيك واقف تشرح له الماده. طب تعالى نقول دلوقتي مثلا ان الحاجات اللي فاتت ديت مش مناسبه معاك، في طريقه رابعه، وهي عن طريق ان انت تفتح تشات جي بي تي وتقول له انا عايز محتوى مثلا في 10 مجالات مختلفه. هو شو يقول لك كل مجال مثلا يدي لك فيه عنه نبذه صغيره، انت شوف المجال اللي انت حابه وكده تقول له اعمل لي محتوى اصلا على المكان دوت، واديني افكار فيديوهات، واكتب لي انت كمان السكريبت اللي انا هقوله، يعني الكلام اللي انت كمان هتقوله انت مش محتاج انت بنفسك تكتبه، هاته وهو هيكتبه لك وهيعمل لك كل اللي انت عايزه، وما عليك غير ان انت تفتح كاميرا موبايلك وتبدا تشتغل. تاني حاجه بقى انت تتعلمها ازاي، هو عن طريق ان انت تتعلم اسس المونتاج، لان انت دلوقتي خلاص هتبقى انت صانع محتوى، فانت مش عايز غير ان انت تقطع بس. لسه بقى موضوع المؤثرات والحاجات دي هتيجي مع الوقت، بس تركز في ان انت اقطع الحتت اللي هي مش عاجباني. تعمل قناه على اليوتيوب، مفيش اسهل من كده، وكميه الفيديوهات اللي بتشرح الموضوع يعني مفيش اعبط من كده يعني بصراحه. تاني حاجه هي انت مش محتاج غير كاميرا موبايلك، ما تغلطش الغلطه اللي انا وقعت فيها في حته اللي انت محتاج اللي انا اجيب مش عارف كاميرا نوع ايه ولاب نوع ايه عشان ابدا اعمل اول فيديو. لا، انت محتاج اللي انت يكون بس موبايلك فيه كاميرا، حط الكاميرا وابدا سجل الفيديوهات. ابسط مثال على دوت، عايز اقول لك ان اللابتوب اللي انا جايبه ده دلوقتي حرفيا انا لسه جايبه من شهر ولا من شهرين، ما كملش معايا. اللاب اللي قبليه، عارف انت العربيات اللي ده اللي انت مجرد ما بتشغل اللاب كده، والله العظيم اي فيديو كنت بعمله بياخد دقيقه او دقيقتين، كان عشان اطلعه او اعمل له اكسبورت
كان بياخد بال 13 14 ساعه. فانا لو كنت استنيت بقى ان انا اجيب اللاب دوت، انا كان زماني قعدت كتير جدا عشان ابدا اول فيديو ليا. وعايز اقول لك حاجه، ان ده اصلا انا جايبه من الشغل، فبالتالي انا ما كنتش عارف اجيبه لو ما كنتش بدات. فما تخليش حاجه تعطلك. ونيجي بقى للنقطه اللي انت بتحبها، وهي تقدر تكسب كام في حاجه شبه ديت من صناعه المحتوى. عايز اقول لك ان الموضوع ملوش سقف، في الاول وفي الاخر هو الموضوع كله راجع للمحتوى اللي انت بتعمله وانتظامك عليه والجمهور. هو ليها حسبه كده يعني، بس اللي عايز اقوله لك ان فعلا الموضوع يستاهل. رابع حاجه معانا هي كونتنت رايتر، اللي انت تبقى صانع محتوى كتابه بقى مش فيديوهات. عن طريق بقى ان انت تعمل مثلا مدونه او موقع بسيط كده تكتب فيه الحاجه اللي انت مهتم بيها او حاجه انت شاطر فيها. في اكتر من طريقه ان انت تشتغل في حاجه شبه ديت، عن طريق ان انت تكتب بنفسك، ودي انا احب ارجح فيها بصراحه. وده لان ده هيعلمك ازاي تكتب وايه الاسس بتاعت الكتابه، وهيفتح لك مجالات تانية بقى كتيره جدا في اشغال تانية شبه البروبوزل رايتنج، كوبي رايتنج، حاجات كتيره جدا. الطريقه التانية اللي هو الطريق اللي انت تستخدم شات جي بي تي وتخليه هو بقى يقوم بالشغل كله. كل اللي عليك ان انت تعمل موقع بسيط كده او مدونه بسيطه، وتقول لشات جي بي تي والله العظيم انا عايزك تكتب لي موضوع في المجال الفلاني، وهو هيكتب لك الموضوع، تاخده كوبي بيست وتنزله عندك على الموقع. ابدا ازاي؟ كل اللي عليك ان انت تبقى عندك اساسيات الاس اي او، سيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو ازاي اخلي الموقع بتاعي او المقالات بتاعتي تبدا تبان في الصفحات الاولى لجوجل. وهتلاقي فيديوهات كتير جدا تشرح الموضوع دوت. الحاجه الثانيه هي اللي انت تعمل موقع بسيط، وده مفيش اسهل منه دلوقتي. كميه المواقع اللي بتتيح لك خدمه اللي انت تبني لك الموقع بتاعك وكانك بتلعب لعبه كده، اللي هو تحط دوت ودوت وتبص تلاقي نفسك طلع لك موقع. ما اقولكش كتيره جدا، وممكن اسيب لكم يعني لينك تحت في اكتر من موقع يقدم لك الخدمه شبه ديت. طيب دلوقتي هنروح بقى للنقطه اللي هو انا اكسب فيها قد ايه، ودوت اللي انت طبعا مستنيه في كل نقطه زي ما انا عارف. ديت ليها طريقتين في اللي انت تكسب بيها. اول حاجه هي طريقه الاعلانات اللي بتبان في الموقع، زي على اليمين وعلى الشمال. زي ما انت بتخش اي موقع بتلاقي اعلانات يمين وشمال وفوق وتحت والكلام ده طبعا صاحب الموقع بيكسب عليها فلوس. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ طريقه هو يكون عندك سبسكرايبرز. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتشوف مثلا لما تيجي تفتح اليوتيوب تلاقي كل واحد عنده سبسكرايبرز وفولور والكلام ده. مواقع وكده ما عندهاش سبسكرايبرز بنفس الطريقه، لا هي عندها عن طريق تلاقي يقول لك هات الايميل بتاعك، دخل الايميل بتاعك. انت بقى هتكسب فلوس من ده ازاي؟ هو عن طريق ان انت كل ما الناس بتشترك اكتر، ده معناه ان انت تقدر توصل لايميلات الناس كتير. فبالتالي هيجي لك واحد معلن يقول لك انا عايز اعلن عندك في الايميلات بتاعتك، يعني عايزك تبعت ما بين كل 3 ايميلات تبعت لهم واحد عن المنتج بتاعي مثلا. وعايز اقول لك حاجه، كميه الناس اللي شغاله الموضوع دوت في مصر كمان كتير جدا، بغض النظر ان معظم اللي شغالين في مصر شغالين على الاجانب. ودي حاجه برده كويسه جدا، لان انت دلوقتي خلاص زي ما قلت لك انت معاك شات جي بي تي، فانت عائق اللغه اللي انت تخليك تكتب بالانجلش ما بقاش موجود زي الاول. فما تتاخرش اكتر من كده، ويلا نبدا من النهارده. خامس شغلانه معانا هي فيسلس يوتيوب شانل، ودي بصراحه انا بعتبرها اصعب واحده في اللي انا قلتهم كلهم، لان دي مناسبه جدا للناس اللي بتتحرك تتكلم قدام كاميرا والكلام ده كله. وهي عباره عن ان انت تعمل فيديوهات على اليوتيوب من غير ولا تبين وشك ولا تبين صوتك ولا تعمل اي حاجه. كل اللي عليك ان انت تفتح موقع شبه شات جي بي تي وتدي له المحتوى اللي انت عايزه، تقول له مثلا اكتب لي محتوى في الصحه، تاخد الكلام ده كله وتخش على موقع اسمه سينثيزيا، تدي له السكريبت اللي انت خدته من شات جي بي تي، وهو عن طريق الاي اي هيبدا يجيب لك واحد يقول نفس الكلام اللي انت كاتبه له بالظبط. فبالتالي انت خلاص ما بقتش محتاج ان انت تطلع بصورتك، انت خلاص بقى معاك واحد هو اللي بيتكلم بالكلام اللي انت بتقوله له، وتاخد المحتوى دوت وترفعه على اليوتيوب وتبدا تشتغل بقى منه. كل اللي عليك بس اللي انت بقى تبدا تحط مؤثرات بسيطه كده مش اكتر، عشان تخلي الفيديو ممتع للناس اللي تتفرج عليه. طيب حاجه شبه دي هتاخد مني وقت قد ايه؟ عايز اقول لك ان انت مش محتاج غير فيديو واحد في الاسبوع، والفيديو الواحد مش هياخد منك اكتر من ربع ساعه، فبالتالي هيبقى عندك وقت تعمل فيديوهات كتيره جدا لشهرين 3 قدام لو عايز. طيب تقدر تكسب بقى كام من حاجه شبه دي؟ احب اقول لك ان الموضوع حرفيا ملوش سقف، الموضوع كله راجع لمستوى الفيديوهات بتاعتك، كميه الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات اللي عندك. فمش هقدر ادي لك رقم معين، بس اللي اقدر اقوله لك ان ناس كتيره جدا شغاله في الموضوع دوت، والموضوع فعلا بيكسب فلوس كويس. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. بس في حاجتين بقى انا عايز اقولهم لك. اول حاجه هي انت مش محتاج تمسك حاجه واحده، ما انت ممكن تشتغل حاجتين 3 من اللي انا قلتهم دولت مع بعض. معظم الحاجات دي اصلا ما بتاخدش وقت. الحاجه بقى الثانيه اللي انا عايزك تركز عليها بالذات في الشغلانات اللي هي بتاعت صناعه المحتوى، ليها جراف كده معين لازم تبقى عارفه. لو قلنا مثلا ان انت عندك هنا الوقت، تمام، وعندك هنا الفلوس. لو قلنا ان انت عشان توصل فعلا للشغلانات اللي هي بتاعت صناعه المحتوى للنقطه اللي انت بقى بتعمل فيها فلوس كويسه، فالمنحنى مش هيعمل كده، ده مش حقيقي. يعني ما تقولش مثلا كل ما انزل فيديو هبدا اكسب فلوس، لا، عايز اقول لك ان الموضوع عامل كده. يعني انت الجزء الاولاني دوت عايز اقول لك ان انت ممكن تحتاج ان انت اصلا تصرف فلوس فيه. هتبدا مثلا تجيب كاميرا معينه، عايز تجيب مايك معين، بس ما حدش يضحك عليك يقول لك انت من اول يوم هتبدا تكسب بالدولار والكلام العبط ده، لا. وبكده نبقى خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. ما تنساش لو الفيديو دوت عجبك
تعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفك في الفيديوهات اللي جايه.